بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو التاني من سلسلة يعني زراعة البرسيم الحجازي، وهنتكلم فيه عن زراعة البرسيم الحجازي كخطوات عملية يعني. وطبعا في بداية الفيديو نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في غزة، وأن يعني يحفظهم ويقوي شوكتهم، ويعني يوفقهم إلى النصر والتمكين، ويخذل عدوهم، ويؤمنهم في أوطانهم. آمين آمين ثم أما بعد. أول خطوة هنعملها لما نيجي نزرع البرسيم، خلاص احنا عرفنا بقى المساحة اللي هنزرعها وفقا لمياه الصيف، واخترنا الأرض اللي هنزرعها، وإنها تكون أرض مزروعة من قبل، وتكون التربة بتاعتها يعني ثبتت إلى حد ما، ولا يحصل فيها تنفيخ بشكل كبير يعني حتى لا تؤثر على الليزر فيما بعد. وكذلك شيكنا على البنية التحتية وأخذنا بالأسباب، وكانت الأمور منضبطة يعني. أول حاجة هنعملها إن احنا نختار المساحة اللي احنا هنزرعها ديت، ننقيها لو فيها حشائش. قد يكون فيها حشائش وقد لا يكون. لو موجود فيها حشائش كالحلاوة أو جرجير مثلا أو ما شابه، فعلينا إن احنا ننقيها نقاوة يدوية ونخرجها خارج الحقل ونحركها. ولو مثلا حاجة هتفرط تقاوي في الحقل، يبقى الأصلح إن احنا نحركها في المكان يعني في الحقل يعني. الهدف إن احنا نحاول ننضف الأرض قدر الإمكان. والمرحلة ديت يعني ممكن تكلف في حدود 150 جنيه أو 300 جنيه، أو ما تكلفش خالص يعني، هتكلف عامل أو عاملين للفدان، أو لو الأرض مفيهاش حشائش مش هتكلف يعني. طيب احنا خلاص الأرض بقت فيها حشائش ونقيناها، هنروح جايين عاملين ايه؟ أول حاجة، لو الأرض فيها الميول المطلوب، يعني كانت مزروعة قبل كده مثلا وفيها ميول يكفي مثلا اللي احنا عايزينه مثلا 5 سنتي ولا حاجة، والأفضل في البرسيم إن احنا ما نكترش الميول، لأن مثلا لو هنا المحبس وده طرف المكان اللي بنروي فيه، لو في ميول جامد المية بتخزن في الجزء اللي في الطرف، والجزء اللي قدام المحبس ده بيكون المية ما بتشربش، الأرض ما بتشربش فيه كويس يعني. فالميول يكون بالمعقول يعني، ما يكونش زايد عن اللزوم يعني. ولو التربيعة مش طويلة قوي ممكن ما يبقاش فيه ميول أصلا يعني. فلو الأرض فيها ميول خلاص هنسيبها على الميول ده، وخلاص ممكن تتحرت يعني حرثة يعني، ونسيبها على نفس الميول. لو ما فيهاش الميول ده هنعمل احنا الميول اللي المناسب للزراعة، وليكن مثلا لو التربيعة طولها مثلا 65 متر مثلا، ممكن نخلي الميول حوالي 5 سنتي يعني. في ناس بتخلي الميول 10 سنتي، بس في الحقيقة ان هو الافضل ان هو ميكونش كتير. وكمان هو في مشكلة اصلا في الليزر في الشغل وكده، زي ما يكون الميول اللي بيتقال ده ما بيبقاش واقعي، والليزر بيبقى فيه مشاكل يعني. المفروض ان هو الليزر ما بيبقاش فيه تدخل لقائد الجرار نهائي يعني، ولكن هما بيتدخلوا، وطبعا الموضوع بيبقى مش بالاتقان الكافي يعني. المهم، فاحنا اول حاجة الارض هتتحرت حرتة، وتاخد وش ليزر بنفس الميول اللي هو مثلا احنا عايزينه، وبعد كده هتتروي ريتين كدابتين يعني، ريتين غازلين كده كدابتين. طيب الرياضتين دول والحرث ده يكون امتى؟ او يعني ممكن يعني نتكلم سريعا كده عن افضل وقت لزراعة البرسيم. الوقت المناسب، افضل وقت اللي هو من 15/10 لحد 15/11، ده انسب وقت لزراعة البرسيم. العروة دي بتكون كويسة، ويكون خلاص الدودة والحشرات كانت بحكم دخول السقعة، وفي نفس الوقت هو البرسيم في الوقت ده بيكون يعني نموه جيد يعني. والعروة ديت أفضل من عروة شهر 3، يعني العروة التانية في شهر 3، العروة دي أفضل منها، لأن في شهر 3 لو مش هنقدر نروي البرسيم
لو ري غمر كل أسبوع، أو لو ري رش أو بالفلاتة زي ما بيقولوا أو خلافه كل يوم، البرسيم هيعطش في الإيه، في الصيف، في دخول الصيف والحر الشديد اللي بيكون في الإيه، في الصحراء يعني. ناهيك إن في شهر 3 بيكون فيه دودة يعني. فالمهم إحنا دخلنا كده في نقطة الوقت، على أساس إن إحنا خلاص عرفنا مثلا إن هنزرع مثلا وليكن في 15/10. فقبل 15/10 ديت بشهرين أو شهرين ونص نبتدي إيه، نعمل المرحلة اللي إحنا قلنا عليها بعد نقاوة الحشائش، اللي هي حارة الأرض مرة، وضبط الميول على الميول اللي إحنا هنمشي عليه بعد كده. بعد الحرث هنروي ريتين غازرتين كدابتين، بحيث إن إحنا إيه، لو في بذور في باطن الأرض تخرج وتنبت يعني، وبالتالي إيه نتخلص منها في الحالة الجاية قبل زراعة البرسيم يعني. الريتين الكدابتين دول لو الأرض كويسة وشغالة قبل كده ومفيهاش نسبة ملوحة، ممكن تكون مية بيضة مفيش مشكلة. طيب لو أرض بقى أنا شاكك في موضوع البي اتش بتاع التربة والملوحة، خلاص ممكن في الحالة ديت أروي. لو أنا عامل تحليل تربة هيبقى أفضل طبعا، وأكون شغال على أساسه. هعرف درجة ملوحة التربة، وهعرف بي اتش التربة، وبناء وأعرف العناصر اللي في التربة وإيه العناصر الناقصة في التربة، وأعرف في كربونات كالسيوم في التربة بنسبة عالية ولا بنسبة معقولة. وبناء على كل النتائج ديت هقدر أشتغل بشكل سليم. مفيش فخلاص بالنظر كده انت لو بس الافضل ان احنا برضو نحلل، يعني التحليل ده امر جيد وهيخليك تشتغل وتتحرك بايه على ارض صلبة يعني ان شاء الله، وهيكون من باب التوكل والاخذ بالاسباب يعني. طيب لو احنا دلوقتي مش محللين وحاسين ان التربة مثلا فيها نسبة ملوحة او لسه ما اتحسنتش قوي او كده، ممكن والبي اتش التربة عالي وكده شوية، خلاص ممكن نرويها بحمض الكبريتيك في الرية الأولى، والرية التانية ممكن نرد عليها بحمض النيتريك يعني. ممكن نجيب حمض الكبريتيك شركة أبو زعبل جيركن للفدان، وفي الرية التانية ممكن نحط مثلا إيه، حمض النيتريك ممكن 10 لتر للفدان ولا حاجة. الريتين دول يبقى منهم تطهير للأرض ويعني من البذور اللي هتكون فيها، وإن هي يعني تنبت يعني. والحاجة التانية إن إحنا إيه، لو في بي اتش عالي أو نسبة ملوحة بنحاول نتعامل معاها هو بإيه، بحمض الكبريتيك وحمض النيتريك. بعد كده هنسيب الأرض تجف وتنشف، ونبتدي بقى نحط الإيه، الخدمة اللي هنضعها للإيه، للبرسيم. والخدمة ديت ممكن تكون لكل يعني معظم المحاصيل يعني. احنا عندنا 4 أمور بنحطهم في الايه، في الخدمة الأساسية. عندنا الجبس الزراعي، وده بيكون حسب درجة ملوحة التربة وحسب نسبة كربونات الكالسيوم اللي في الايه، اللي في التربة. لو في كربونات كالسيوم عالية مش هينفع نحط جبس زراعي. ولو في تحليل تربة لو كربونات الكالسيوم زيادة عن 8%، فكده التربة دي جيرية وإيه وكلسية يعني. وللأسف في أراضي ممكن بتزيد لحد 70 و60% إيه نسبة كربونات الكالسيوم، ودي بتكون أراضي جيرية يعني. وفي أراضي تانية بتبقى مثلا 2 3%، يعني تكون نسب مش مؤثرة أوي. في الحالة ديت أنت ممكن إيه، هتستخدم الجبس الزراعي يعني مفيش مشكلة إن شاء الله. والجبس الزراعي محسن تربة جيد، وهو يعني بيحسن قوام التربة، وفي نفس الوقت بيقلل الملوحة اللي في التربة، بحكم إن هو يعني بتبقى فيه كبريتات كالسيوم إيه، بتاخد الصوديوم اللي في التربة وإيه وتتغلغل بيه يعني بعيد عن منطقة انتشار الجذور يعني. وديت يعني بشكل عام يعني هو يعني ناس ممكن تلاقي هتسمع الكلمات دي ده رخيص ومالوش لازمة، لا هو مفيد وكويس جدا للتربة يعني، طالما مفيش كربونات كالسيوم عليه. وبنحطه حسب درجة ملوحة التربة. لو قلنا التربة كويسة ممكن نحط ايه، طن ونص 2 طن. لو التربة متوسطة الملوحة ممكن نحط ايه من 3 ل4 طن. طيب لو تربة ملوحة عالية خلاص ممكن معاك لحد 8 طن يعني. وطبعا مهم جدا ان يكون الايه، كربونات الكالسيوم مش عاليه في التربه، وتعرفها ان لو ما فيش اللون الابيض في الايه،
في التربة يعني. اللون الأبيض ده هو الجير وهو كربونات الكالسيوم، لو موجودة ما تحطش جبس زراعي نهائي يعني. فده أول حاجة الجبس الزراعي. الحاجة التانية إن إحنا ممكن نحط كبريت زراعي برضو بمعدل مثلا شكارتين أو 4 حسب برضو بي اتش التربة، حسب تحليل التربة. طيب مفيش تحليل تربة والتربة حاسين إنها برضو إيه لسه ما اتحسنتش وفيها يعني النباتات كده بتبقى مش يعني مش بالنمو المرضي، فأكيد هيبقى فيه نسبة ملوحة، هيبقى فيه بي اتش عالي أو منخفض. ولكن هو في الغالب معظم الأراضي المصرية هي أراضي قلوية، والبي اتش بيكون إيه فيها عالي عن إيه عن النسبة الطبيعية يعني لو هي ما اتزرعتش قبل كده. بتوصل مثلا ل8 8.1 من 10 8.2 من 10، واحنا عايزينها تنزل لحد البي اتش بتاعها ينزل مثلا ايه 6.5 7 يعني، بحيث ان هو دي الدرجة اللي بيقدر النبات يعني يمتص الايه العناصر من التربة يعني. غير كده في لو هي اقل او اعلى من كده في عناصر بتترسب في التربة يعني زي الفوسفور وخلافه يعني. ولو احنا متعاملناش مع الموضوع ده بشكل يعني جد، هيبقى كأننا بنصرف فلوس على الأرض. ممكن نحط مثلا سوبر فوسفات ونبذره ونكلف، وفي الآخر هو بيترسب في التربة والنبات ما يستفيدش منه خالص يعني. ولذلك تحليل التربة مهم وهيريحنا ويخلينا نمشي على خطى ايه ثابتة يعني. ما حللناش التربة، وطبعا تحليل المية برضو كذلك عشان لو فيها ملوحة أو كده نبقى عارفين يعني. ما حللناش التربة وكلام زي كده يعني ممكن ايه بالنظر كده واحنا عارفين ان التربة يعني لسه ما اتحسنتش، ممكن نحط ايه شكارتين كبريت زراعي للفدان يعني. إيه لو البي اتش عالي قوي ممكن معاك تحط 4 كمان لو انت عارف البي اتش بتاع التربة يعني. إيه ده بالنسبة للكبريت الايه الزراعي كده، الجبس الزراعي والكبريت الزراعي. وبعد كده طبعا ايه اساسي بقى دول الاتنين دول بيتعاملوا مع ملوحة التربة والبي اتش بتاع التربة. كذلك أساسي إن هو التسميد العضوي أو السباخ البلدي المتحلل، وده هي الأراضي بتكون فقيرة في العناصر. الأراضي اللي هي بتبقى صحراوية ولسه يعني مش قديمة أو كده أو زرعت سنة أو اتنين بس، هي بتبقى فقيرة بالعناصر. فال ال- التسميد العضوي مهم جدا له. وشفنا يعني الفرق بيكون رهيب وواضح جدا ما بين الأراضي اللي بتزرع بتسميد عضوي والأراضي اللي بتزرع من غير تسميد عضوي. بتبقى يعني فرق كبير جدا. والكلفة اللي بتحطها في التسميد العضوي هي أوفر لحضرتك وأرخص لحضرتك من أنت تزرع من غير تسميد عضوي، لأن هترجع تكلف تسميد ومهما تعمل مش هيكون زي التسميد الإيه العضوي. هنحط مثلا ما يقارب من معاك بقى من 20 متر مكعب إلى 50 متر مكعب، هي أراضي فقيرة يعني. وده حتى يعني الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الجواد حفظه الله كان يعني حتى واحنا بنعمل معاه للجروب اللي هي النصرة بتاعة البرسيم يعني، كان هو مشكور جزاه الله خير وحفظه الله. قال لي يعني ايه من 30 متر مكعب ل 50 ايه متر مكعب. فانت ايه بالبلدي كده الناس بتحط مثلا من 4 عربيات جنبه الى 6 عربيات في الايه في الفدان، انت ومقدرتك يعني. بعد كده هيبقى العنصر الرابع اللي هو السوبر فوسفات، وده هيكون مثلا بمعدل من 4 شكاير إلى 6 شكاير. ممكن تحط 4 شكاير محبب مثلا وشكارتين إيه ناعم يعني، على أساس الناعم بيشتغل بسرعة والمحبب إيه بيشتغل على فترات طويلة وإيه. ويبقى أنت كده مسكت إيه العصاية من النص، أنت تدي حاجة سريعة وتدي حاجة برضو إيه بتشتغل بالبطء يعني. يبقى احنا كده هنحط الجبس الزراعي حسب نسبة كربونات الكالسيوم وحسب درجة الملوحة، وهنحط الكبريت الزراعي حسب بي اتش التربة، وهنحط التسميد العضوي اللي هو أساسي واللي هو بيحسن قوام التربة وبيمد النبات بالعناصر اللي بيحتاجها ويساعد التربة على الاحتفاظ بالمياه إلى غير ذلك من الفوائد التي إيه للتسميد العضوي في الأرض يعني. وهنحط اللي هو السوبر فوسفات، وهو طبعا أساسي بحكم إن الأراضي اللي برضه الصحراوية بتكون فقيرة بعنصر الفوسفور يعني. فاحنا إيه بنمد السوبر فوسفات
على اساس ان هو يعني ايه يمد النباتات بعنصر الفوسفور، واللي هو بيساعد على ايه يعني نمو الجذور يعني. كده الاربع حاجات دولت هم يعني صالحين، يعني بيمهدوا التربة انها تكون صالحة للزراعة لأي نبات إن شاء الله يعني. خلاص حطينا الأربع حاجات دولت، ممكن بقى نحرث الأرض حرثة كويسة بحيث إن الحاجات دي تتقلب في التربة. وبعد كده ناخد وش ليزر على نفس الميول اللي هو كان عليه الإيه، اللي كانت عليه الأرض من قبل يعني. بعد وش الليزر بنجيب تقاوي ونبدرها بالسطارة بشين متعامدين ونروي رية الإيه الزراعة. ممكن إن شاء الله في الفيديو التالي هنتكلم عن موضوع التقاوي ونختار تقاوي إيه أو كده، بحيث إن الفيديو ما يطولش عن كده يعني. وبالنسبة لرية الزراعة تكون رية غزيرة بحيث إن احنا نحول التقاوي من إيه من طور السكون إلى طور الإيه الإنبات. وربنا يخضر للجميع ويرزق الجميع كل خير إن شاء الله. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.